اصطحب وزير التربية والتعليم الفني محمد عبد اللطيف وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني ماتسوموتو يوهي إلى محور شينزو آبي. خلال الزيارة قام عبد اللطيف بتسليم الوزير الياباني رسالة شكر وتقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أسرة رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، وذلك تعبيرا عن بالغ الاعتزاز بالدور المحوري الذي طلع به الراحل في ترسيخ علاقات الصداقة والتعاون بين مصر واليابان منذ عام 2014. أعرب عبد اللطيف عن تقديره العميق لما أسفرت عنه زيارة نظيره الياباني من مباحثات مثمرة وتوافق في الرؤى بشأن سبل الارتقاء بمجالات التعاون الثنائي. من جانبه أعرب الوزير الياباني عن بالغ سعادته بزيارة مصر وما أسفرت عنه من نتائج إيجابية، مؤكدا حرص بلاده على استمرار وتوسيع أطر التعاون مع مصر في مختلف المجالات.